السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل وصباح السعد وصباح الهنا وصباح كله خير وبركة. طبعا لازم البركة تكون موجودة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. طبعا انا عايزة اشكر كل اخ واخت عندي في القناة. بجد مبسوطة قوي من تعليقاتكم. ربنا يسعدكم يا رب ويدومكم نعمة في حياتي. احنا بقى النهارده اليوم عندنا مختلف خالص. انا حبيت بصراحة، حسيت ان احنا مشتاقين لاكلات زمان الجميلة الحلوة اللي بجد وحشتنا. فانا قلت النهارده لا، انا نفسي بصراحة بقى ناكل فطير بقى فلاحي حلو كده، وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة خالص. يعني انا زمان لما كان بقى الفطير وكده واشوف حد عامل فطير، كنت خلاص دايركت معروفة ان خاطري هو اللي بيعمل بقى الفطير الجامد. على فكرة برضو واحنا صغيرين كانت ماما بتعمل لنا احلى فطير، بس الحمد لله ادينا اتعلمناه برضو. المهم طبعا قلنا لا بقى نعمل فطير، وانا اللي كمان اللي هعمله. اول حاجة خالص انا جبت دقيق، بس لازم تجيبي الدقيق جودته تكون عالية، ما يكونش دقيق رديء. هجيب الدقيق نضيف جدا، وكمان هنخله نخل كويس جدا. بس هحط بقى شوية ملح حلوين كده، وكمان شوية سكر. وهبدأ بقى ان انا اضيف عليه المية. شربوا بقى المية دي كلها. حاولي ان انت ما تضيفيش ميه كتيره، الا كل ما يحتاج حطي ميه، كل ما يحتاج حطي ميه. وهعجن بقى بحيث ان انا يعني اجمع العجينه كلها مع بعضها. اجمع بقى العجينه كلها مع بعضها، واسيب العجينه اغطاها بكيس واغطاها كمان بفوطه، واسيبها بقى ترتاح. على فكره انا كنت صاحيه بدري، بحيث ان طبعا يعني الفطير خصوصا وعموما لازم تسيبيه يرتاح شويه عشان تعرفي تفردي العجينه. بقى يرتاح له ساعه ساعه ونص كده، وبدات بقى ان انا اشتغل فيه. اول حاجه جبت صينيه ودهنتها زيت، وهبدا بقى ان انا اقسم العجينه دي كلها لكور. طبعا في ناس قالوا لي انت سايبه شقتك ليه وقاعده هناك في بيت باباكي؟ انت في ايه بالظبط؟ انت ما عدتيش راجعه الشقه؟ لا والله يا جماعه انا هرجع الشقه، بس نادرا او مش كتير ان احنا كاخوات بنتلم مع بعض. خصوصا ان انا اختي يعني مش قريبه مننا، فمش بتيجي كتير. فلما بتيجي بقى طبعا بتبقى عايزانا نقعد معاها وكده، فبنسيب بقى والله كل اي حاجه ورانا وبنبقى قاعدين معاها. فده سبب يعني ان انا سايبه شقتي. لكن طبعا هنرجع شقتنا تاني وهنعمل كل حاجة حلوة فيها. جبت بقى العجينة، طبعا قسمتها لكور. طبعا انا بقيت امسك الكرة ديت، يعني الفها في الزيت كده بحيث ان هي ما تلزقش معايا في الكرة اللي جنبها. حاولي ان انت تفردي تسيبي مسافات كمان اكتر من اللي انا عاملاها. بس وهغطيها بقى بكيس، وهسيبها كمان اغطيها بفوطه كده لما ترتاح. هنا بقى فتره الراحه بجد، بحيث ان انت لما تيجي تستخدميها تفرديها. هنا كانت خلاص العجينه عندي بقت تمام، فردت وبقت زي الفل. بس انا بصي، انا هنصحك برضو التاني، لان انا برضو غلطت الغلطه دي. حاولي ان انت تفردي في صينيه اكبر، انا عندي الكميه كانت اكبر من الصينيه. خلاص بقى هفرد صينيه تانية. طبعا بقى عندك على الرخام، اعمليها على الرخام عادي. اللي انت عايزاه اعمليه، يعني حسب المكان المتاح عندك هيبقى زي الفل. همسك بقى افردها ازاي بقى. انا طبعا حطيت في الصينيه من تحت زيت، وكنت بقى مسيحه. كانت ماما عندها زبده، وكمان سمنه بلدي وسمنه عاديه، يعني مش كله بقى سمنه بلدي عشان كمان ما تبقاش تقيله ودسمه قوي. هو معروف ان الفطير دسم وتقيل، واللي عامل ريجيم ملوش في الليله دي. بس برضو يعني ما يبقاش كله زبده وسمنه بلدي، لا هيبقى صعب قوي. فحبيت ان انا اخلط الثلاثه دول مع بعض، يعني الدنيا تبقى سهله. وفعلا بصراحه طلع خفيف جدا، مش قطعه بقى صغيره تقفلك، لا بجد. يعني الفطيره ذات نفسها يعني ما تمليش منها ولا تزهقي منها ولا تحسي انها تقيله. انا عامله الفطيره مش كبيره قوي، بحيث ان كل واحد ياخد الفطيره بتاعته ياكلها براحته. مش همسك بقى واقسم واقطع لا، كل واحد الفطيره تبقى قدامه دي بتاعته. عشان كده انا ما حبيتش ان انا اكبرها قوي. انا عملت ايه الفطيره كام يعني انا عملتها الاول. لا، تعالوا واحده واحده كده، لان انا حاسه ان انا توهتكم اصلا. انتي بتعمليها الاول زي ما انت شايفاها، وتقومي حطاها في جنب، عاملاها زي الظرف كده تقريبا. وتقومي فردة التانية وحاطه اللي انت عملتيها في قلبها، وبرضو تقفلي عليها. تعملي الحركه دي مثلا في 3 4 فطيرات حسب الحجم اللي انت عايزاه. لو انت عايزاها كبيره تملى صينيه كبيره، اعمليهم 8 مع بعض. يعني بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، واحده جوه واحده جوه واحده، اعملي 8 هتفرد معاكي فطيره كبيره. بس انا عايزه الفطيره وسط محندقه، انتوا كده كده هتشوفوها يعني صغنونه كده حلو. فدي انا حبيت ان انا اعملها بقى باربع رقات، يعني 4 كور من اللي انا عاملاها. هفردها طبعا، بصوا رقيقه جدا. حاولي اهم حاجه انها تبقى رقيقه. اتقطعت بقى ما تتقطعتش، احنا تعال احكي لكم بقى زمان.
لما كنا بنيجي نعمل الفطير مع ماما كنا بنبقى بقى لسه صغيرين. يا خبر ابيض لو كانت اتقطعت، يا خبر ابيض بصوا مش قادره اوصف لكم، احنا كنا بنبقى مرعوبين، كنت ببقى حاطه ايدي بقى على الحته اللي اتقطعت فيها عشان ماما ما تشوفهاش. لكن الطريقه بتاعتي دي لا، قطع براحتك ولا يهمك. طبعا مسكت بقى بحط الزبده، وحطيت بقى الفطير اللي انا عملته ده، حطيته في النص وبقفل برضو عليه. وهعمل نفس الطريقة اخر واحدة بقى اهي، هفردها برضو وبرضو هقفل عليه. ده بقى بالنسبة لي كده خلاص، الفطيرة كده خلاص بقت جاهزة. هتفضلي بقى تعملي حسب ما انت عايزة تعمليها 5، عايزة تعمليها 6 كور، انت وراحتك حسب حجم الفطيرة اللي انت عايزاها. بس بصراحة اما بتبقى الفطيرة وسط حلوة كده انا بحبها يعني. انا عموما ما بحبش الفطير الكبير قوي ده. بس برضو ده بقى دي على فكرة كانت واحدة تانية برضو، يعني انا حاولت ان انا اجيب لكم كذا واحدة نفس المنظر بالظبط انا عملته. بتقفليها بقى تقفيله في الاخر، وبعدين بقى بتدهني ايدك سمنه وزبده، وتقومي حاطه بقى على وشها، وبرضو لازم تغطي وشها عشان وشها ما يحصلوش حاجه ويفضل يعني بلمعانه وكده. لان طبعا انتوا عارفين ان العجين بيبقى يغير وشه وكده لو انت سبتيه معرض للهواء ومكشوف. يعني زي ما انتوا شايفين كده، شوفوا بحط بقى سمنه وبعملها بالشكل ده وبغطيها بقى بكيس وبسيبها. انا كده خلاص خلصت الكميه عندي كلها وغطيتهم وحطيت عليهم سمنه وسبتهم. خدنا بقى حاجتنا دي، بس برضو سبته يرتاح شويه. ليه انا بسيب الحاجه ترتاح؟ عشان اما اجي اشتغل في الحاجه تبقى واخده راحتها، تفرد معايا، مش مثلا تمط بقى مني، لا تفرد معايا. تعالوا بقى اما اقول لكم ازاي على فكره انا اول مره اسوي الفطير في الفرن الغاز. بس انا ما هبتش الموضوع ولا خفت منه، ليه؟ انا كده كده مسوياه كتير جدا في فرن الغاز بتاعي. انتي بتعملي ايه؟ الفرن لازم يبقى حامي شويه، ما ينفعش الفطير او اي مخبوزات الفرن يبقى هادي عليه، الحاجه هتنشف، خصوصا الفطير، لان الفطير طبعا ايه هو دقيق وسمنه، فالحاجه هتنشف منك. لا، حاولي الفرن يبقى عالي. وانتي بقى ظبطي، احمر من تحت ولسه من فوق، علي شويه من فوق اللي هو الجنوب دي، احمر من الجنوب من فوق ولسه من تحت، يعني انتي بقى هتظبطي فرنك معاكي. بس المهم هو لازم الفرن بتاعه يكون حامي. طبعا يعني شايفين قد ايه هي مورقه. لا بجد بسم الله ما شاء الله، والله كان حلو قوي. ولو كان في حاجه والله او عيب انا هقول لكم، يمكن انا بس الغلطه الوحيده اللي انا غلطتها ان انا لما جيت اكوره الكور دي، ان هو كان مفروض لا كان يبقى مفرد عن كده شويه، بحيث ان انا لما اجي اشيله ما يلزقش في بعضه. دي الحاجه بس اللي ضايقتني وانا بعمله. لكن بعد كده بصراحه الفطير كان طعمه حلو قوي. طبعا انا باخد حته زبده بحطها على الوش عشان تحمير الوش يبقى شكله حلو، مش كتر يعني دهو بتاع زيوت او كده، لا كده كده اصلا هو لما بتخلص خالص وبتحمر لو فيها اي زيوت ولا حاجه بتطردها بره ما بتشربهاش. وطبعا كل ده انا بطلعه على ورق ابيض، لو في اي زيوت ولا حاجه بتتشال منه. لما تيجي تبططيها في الصينيه طبعا ببططها بالراحه لان الصينيه كانت سخنه جدا. حاولي تبططي بالراحه، ما تفردهاش قوي ترققيها، لا حاولي انها تبقى متختخه كده وحلوه ما تبقاش ايه ناشفه وكده. طبعا انا بوريكم يعني فطيره بفطيره كده. بجد كل الفطير ما شاء الله ارتفع خالص في الفرن، يعني قب خالص. لا كان حلو. انت بقى بتظبطي ناره، الموضوع بالنسبه لي والله كان سهل، يعني انا ما كنتش مفكره ان الدنيا هتبقى سهله معايا كده، يعني انا قلت لهم انا هجرب يعني اشوف، لا بجد والله كان سهل جدا. انا اللي الحمد لله يعني حمرت الفطير كله. الموضوع مش صعب والله، ما في حاجه صعبه. طول ما انت نفسك تعملي الحاجه بالنسبه لك بتبقى سهله قوي. المهم احنا قلنا هناكل فطير وخلاص يا ماما هنعمل فطير بس. لقيتها برضو عامله صينيه معمر ومجهزاها وجايباها لي، قالت لي حطها بقى إيه بعد الفطير في الفرن. طبعا بقى فرصه يعني الفرن بقى حامي وكده، قالت لي يعني ايه ظبطي وحطي بقى صينيه المعمر بالمره. قلت لها ماشي هاتيها. بس طبعا شايفين الفطير عامل ازاي، والله كان جلاش، والله احلى كمان من الجلاش. بجد الطريقه دي سهله جدا، مش صعبه، يعني انا ما كنتش اتخيل في حياتي ان انا اعمل فطيره طريه وبالحلاوه دي وبالجمال ده. لا مفيش حاجه صعبه، انا بنصحك اوعي اوعي تخافي من حاجه، خليكي دايما جريئه وخليكي اكبر من الحاجه اللي قدامك. دي بقى صينيه المعمر دخلتها طبعا، خلاص بقى كانت احمرت في الوقت ده. طلعت بقى الحاجه دي لان الصينيه دي كانت صغيره، قلت لا انا هفردها بقى على الصينيه الكبيره. فردت برضو ورق، وهبدا بقى ان انا انقل الفطير. بجد الفطير كان طري جدا كان حلو. انا بالنسبه لي المقاس ده كويس جدا، ما بحبش ان هو يبقى اكبر من كده. حتى انا هفتح قدامكم واوريكم قد ايه هو طري وجميل. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم طبعا. بألف هنا للي كل وبألف هنا للي شاف يا رب.
يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم، ولو بتعجبكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايك. بحبكم في الله، مع السلامة.